السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم الأعضاء الكرام في سلسلة برهان اللهفان مثلث الغزالي. حرف الدال. حرف الدال بسميه بعنوان مفتاح مخفي للقوة الكونية. يعني ايه مفتاح مخفي للقوة الكونية؟ هنا عندنا مثلث الغزالي. يا ترى حرف الدال موقعه فين في المثلث؟ موقعه هنا في المثلث الترابي. لما يكون المفتاح هنا واحد يبقى ده موقعه هنا، زي ما شرحنا في باقي الدروس ان الموقع اللي موجود فيه حرف الدال هو بيت التراب، لان احنا قلنا هنا حرف النار، لان المشرق بيمشي على مبدأ نتهم. نتهم يعني ايه؟ يعني نار تراب هواء ماء، يعني هنا نار وهنا تراب، هنا هواء هنا ماء، يبقى حرف الدال جاي مع التراب. عندنا قاعدة بتقول ان النار صديقة للهواء، التراب صديق للماء، لكن دون ذلك هو عكس بعضه. يعني التراب مع النار ضد بعض، المية مع الهواء ضد بعض، المية مع النار ضد بعض، التراب مع الهواء ضد بعض. أظن المعلومة واضحة. نخش على المعلومة المهمة. ليه قلت مفتاح مخفي للقوة الكونية؟ لأن إيه هي القوة الكونية؟ القوة الكونية هي الله سبحانه وتعالى، صح؟ وأنا هجيب لكم سر من حرف الدال لا يعلمه إلا القليل. يقول لك الاسم الذي أوله آل وآخره آل، وهو آل شلع يعوهم بيه يال آل جل زريال صعي كعيم ميال مطيع لك يا آل، صح؟ ده اسمه القسم الشلعي أو العبراني. ولكن إيه هو الاسم اللي أوله آل وآخره آل؟ هديكوا شفرة. أدي الدال حرف الألف واللام أوله آل. إيه اللي أوله آل وآخره آل؟ أفهمكم. اسم الله أحد، هو ده الاسم اللي يطلق عليه أو مستنبط منه القسم الشلعي. هتقولوا لي إزاي يا شيخ؟ هقول لكم. أول حاجة هنا عندنا حرف الألف، آخر حرف اللي هو الدال، يبقى هو ده اللي يطلق عليه أوله آل وآخره آل، هو اسم الله أحد. أوله آل اللي هو حرف الألف ألف، هناخد الألف لام أهو، آخره آل حرف الدال آل الدال. فهمتوا ولا لسه؟ أظن الإشارة وصلت. ولكن عندنا حرف الدال. عرفنا أن الأملاك الأربعة اللي هو الملائكي والنوراني والسفلي والعون الخاصين بحرف الدال بيخرجوا ازاي؟ شرحناها قبل كده. عندنا اسم قرين حسابه 360، اسم قرين حسابه 360. القاف ب100، الراء ب200، بعد كده 300، الياء ب10 والنون ب50، 360. دال اللام بكام؟ ب30، والدال بكام؟ ب4، والالف بكام؟ ب1، يبقوا 35. 35 نحطها هنا، لان ال 35 عشان نطرح 51 ونطرح 41 مش هتكفي، فاذا نجيب 360 نجمعهم مع ال 35 اهم يدونا كام؟ 5 تنزل ال3 وال6 9، 395. هنطرح 51 من هنا عشان نستنطق الملك اللي هنا، هنطرح 41 من 395 عشان نستنطق النوران، هنطرح 319 ونزود طيش، هنقسم الرقم ده النص عشان نزود واو شين اللي هو العون. يبقى احنا كده عرفنا الاربع املاك. ولو حد في الفيديو اللي بيشوفني دلوقتي مش فاهم انا اقصد ايه، خلاص خلينا نعمل شيء عملي سريع علشان الاشارة برضو تكون واصلة، واللي ما تابعش السلسلة من الاول يرجع يتابع السلسلة علشان يفهم. هندي مثال سريع. 360 لما جمعناهم مع 315 ادانا 395. هنطرح 51 عشان نطلع الاسم الملائكي الحرف الدال. ال 95 لما نطرح الواحد من الخمسة يبقى 4، الخمسة من التسعة يبقى 4، وال300 تنزل. لما نستنطق ال 344، ال 300 يعني شين، ال 44 ال 40 يعني ميم، والأربعة يعني دال، ونزود ألف ياء ياء لام. شمدائيل ده الاسم الأول،
اللي بنسميه الملائكي. طب النوراني هنطرح 41 المرة دي، فهمتوا؟ طيب لما نطرح ال 41 يعني ايه؟ يعني الواحد من الخمسة يبقى 4، الأربعة من الخمسة من التسعة يبقى 5، وال 300 تنزل يبقى 354. هنسبق الأكبر على الأصغر، يعني الشين أهي، وال50 يعني نون، والأربعة يعني دال وإيل أهو، شندائيل. ده الاسم النوراني. السفلي يعني 395 نطرح منهم 319. ال 19 لما نطرحهم من ال 95 يدينا كام؟ ال 300 هنطيرها يبقى 95. 95 نطرح منهم 19، يعني نقول مثلا 95 نطرح منهم 20 يبقى 75، يعني 74. يبقى 74. السفلي نستنطق الاصغر على الاكبر، يعني الاربعه الاول ادي الاربعه الدال، وال70 يعني عين، ونزود طيش اهو، ده عطيشن. طب عايزين العون، مسألة سهلة. 395 نقسمها النص الشطر، ال 300 150، وال 90 45. 45 و150 يعني 195، والخمسة 3 يعني 198. استنطقهم الأكبر عن الأصغر، يعني ال 100 بقاف، ال 90 بصاد، ال 8 بحاء، وشن أهو، يبقى قصحوشن. فهمتوني؟ او حسكوشن، او تعكس حسكوشن، تقدم الاصغر على الاكبر حسب ما انت عايز. يبقى انا كده خرجتكم الاربعه اللي خاصين بالدال. الاربع املاك دول لو كتبتهم حوالين الوفق دائريا، وحرف الدال زي ما انت شايفه قدام منك دال، دمجت معاه لفظ الجلاله، ودمجت معاه الملك اللي انت عايزه، اللي هو اللي بنسميه هنا الملك اللي موجود في التراب، لو كنت عايز اسرافيل في عمله، لان سبق وقلنا ان جبريل ليه اعمال الخير، وقلنا إسرافيل ليه أعمال الشر، وقلنا إن ميكائيل ليه الأرزاق والزواج البائر وما شابه، وعزرائيل للموت والاختلاج والسجن والقبض. اختار اللي يناسبك وحط معاهم كلمة غتم اللي هي عدد ضروب الفلك، وتجمع الجميع وتنزل بيه وتألف القسم المناسب. تقول أقسمت عليكم أيها الأملاك العلوية، أيها الملك العلوي شنديائيل شمدائيل، وكل من تحت يديك النوراني شندائيل بأن يوكل العون الأرضي، كصحوش بأن يأمر ويقهر ويزجر، ضعطيش بالتوكيل بكذا وكذا 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 حسب ما انت عايز. الدرس واضح قدامك من حرف الدال، وتقدر تعرف موقعه فين، وتقدر تعرف أملاكه، وتعرف المستفاد بيه ايه. وأولا حرف الدال هو للخيرات وليس للمضرات. انتهينا، وننتقل إلى محاضرة أخرى، وإلى اللقاء.